أضعف منطقة في الأساسات ممكن تتأثر بتسريبات المية هي الفاصل بين القواعد والسملات وبين طبقة النظافة اللي هي الخرسانة العادية، والفاصل بين الأعمدة الخرسانة وبين القواعد المسلحة. وبرغم اتفاق كل المهندسين على النقطة دي إلا إن مفيش حد فكر يعمل حاجة يأمن بيها الفاصل ده. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نأمن أو نحمي بيها الفاصل ده هو رقبة الإزازة، يعني إن إحنا نعمل رقبة إزازة بين القواعد والسملات وبين الخرسانة العادية اللي هي طبقة النظافة، وإن إحنا نعمل رقبة الإزازة بين الأعمدة الخرسانة وبين القواعد المسلحة. وده اللي إحنا عملناه في الموقع اللي إحنا فيه. زي ما انتوا شايفين كده عملنا رقبة ازازة بين طبقة النظافة اللي هي الخرسانة العادية وبين القواعد المسلحة وبين طبقة النظافة الخرسانة العادية وبين السملات، وبرضو عملنا رقبة الازازة بين القواعد المسلحة وبين الأعمدة الخرسانة. عملنا ده في المبنى بالكامل، كل السملات معمول عليها رقبة ازازة في الفاصل بين السمل وطبقة النظافة، وكل القواعد اتعمل عليها رقبة ازازة في الفاصل بين القواعد والخرسانة العادية اللي هي طبقة النظافة، وكذلك في العمدان في العمارة بالكامل زي ما انتوا شايفين كده. رقبة الازازة دي بنعالج بيها او بنحمي بيها نقطة ضعف كبيرة لتسريب المية، وهي فاصل الصب بين القواعد والسملات وبين الخرسانة العادية، وفاصل الصب بين الأعمدة الخرسانة وبين القواعد المسلحة.